زيدوا الصلاة على الرسول الهاشمي تاج العدول. حبيت مرة مش يكفيني، يكفى تعذيبي وأنيني. حبيت مرة مش يكفيني. عرض اليوم عرض في مهرجان العود في نادي طاهر الحداد. كان عرض متنوع، عملنا وبالحق خممنا انه يكون منوع من جميع الروافد اللي انا متاثر بها. يعني قلنا صوفي، قلنا طربي، قلنا مالوف، قلنا بدوي، قلنا طرقي، وركزنا اكثر في ربط الريبرتوار هذايا بالمهرجان، في انه خممت في انه يكونوا اغاني، يعني 70% من العرض هو اغاني لملحنين يعزفوا العود، يعني اساسا يلحنوا بآلة العود، اللي هو جانب من الآلة ما كانش عنده برشا اهتمام في المهرجانات اللي تعنى بالعود. يعني كي تسمع مهرجان العود نقولوا موسيقى آلاتية، موسيقى انسترومونتال، نخموا في طول في سماعيات، في لونجات، في قوالب موسيقية آلية. اليوم خممت في انه جو رون اوماج والا سي ان بتي كلان دوي للملحنين اللي كانوا متميزين في تلحينهم بآلة العود. يعني للذكر للحصر محمد عبد الوهاب غنينا له اغنيات ملحنهم اللي هو ولا لأم كلثوم، غنينا الهادي جويني، غنينا لبليغ حمدي، غنينا زاد اغنيات ملحنهم خميس ترنان واللي هو يلحن زاد بآلة العود التونسي والا الشرقي. دونك حاولنا نكونوا فاريي بالطبيعه. فما الاغاني اخترناهم نظرا للبرمجه هي في رمضان، ونعرفوا الجمهور اللي كان اليوم بارك الله بالحق فرحان برشا بالجمهور، بالامبيونس اللي كانت، يعني الجمهور يغني معايا من الاول للاخر، وكان اون هارموني معانا، تخش عليه معانا في السين. فرحان برشا بهذايا، وهذاك علاش الجمهور اللي جاي اعطيته حتى حاجات اللي هو يستنى يحب يسمعهم في رمضان.